هنعمل ابركادابرا. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم النهارده في فيديو جديد وفيديو مميز. النهارده هنعيش يوم على طريقه السلو ليفينج. لو انتم متعرفوش السلو ليفينج ثيم ان انتم تعيشوا يومكم كده بالراحه وتحسوا بكل التفاصيل اللي انتم بتعيشوها في الايام اللي انتم ما عندكوش فيها طاقه، اللي انتم صاحيين حاسين ان انتم مالكوش نفس تعملوا اي حاجه زي ما انا صاحيه النهارده بالظبط. ففي الايام دي عيشوا اليوم على مهلكوا خالص، مفيش حد بيجري وراكوا. مهما كان وراكوا ايه، عيشوا اليوم كده بالراحة خالص وحسوا واستشعروا كل حاجة بتعملوها في يومكوا وفكروا وتأملوا فيها. يعني هديكم مثال، لو انتوا مثلا بتعملوا زي ما انا بعمل، بتلموا الغسيل، تأملوا قد ايه انتوا في نعمة كبيرة، ان انتوا ما شاء الله عندكوا لبس، عندكوا مية بتغسلوا بيها الهدوم، عندكوا يعني البلد اللي انتوا عايشين فيها فيها شمس وفيها كده جو معتدل وجو جميل. فدي كلها الحمد لله نعم. لو انتوا بتعملوا اكل استشعروا نعمة انه ما شاء الله عندكوا ان انتوا تجيبوا اكل. يعني احنا بنشوف مثلا اهالينا في اماكن تانية ممكن يكون الموضوع ده صعب بالنسبة ليهم، كمان ممكن يكون عندهم مشاكل حتى ان هم يلاقوا لقمة ان هم نظيفة ياكلوها. فدي كلها نعم الحمد لله عليها. وفي طبعا نعم كتير قوي قوي في كل تفصيلة في حياتنا ممكن تلاقي حاجة تشكري ربنا عليها. فدي من الحاجات اللي ممكن تخلي نفسيتك تتحسن اكتر بكتير وتحسي قد ايه انتي سعيدة. لو انتوا واخدين بالكم ولو انتوا متابعيني كويس حبايبي اللي مركزين، هتاخدوا بالكم ان انا غيرت شويه في ترتيب الانتريه. كل فتره والتانيه كده بحب اعمل تغيير بسيط بس بيفرق في نفسيتي قوي بصراحه. شايفين كده الشمس وهي داخله من البلكونه؟ بجد انا كنت مفتقده الاحساس ده قوي في الشتاء. بجد فكره ان احنا نفتح الشبابيك ونفتح البلكونات ونشم هوا نظيف، دي من مميزات الصيف اللي هي قليله، يعني من مميزات الصيف اللي مش كتيره بجد. نيجي دلوقتي نشوف المطبخ اللي متبهدل بسبب طبعا انه فعلا انا ما عنديش طاقه اعمل اي حاجه خالص. فده اللي وصل المطبخ للشكل ده. بس الموضوع في غمضه عين، في ثواني هنعمل ايه؟ هنعمل ابركادابرا وترارا. ايه رايكم؟ يعني انا اتمنى فعلا يخترعوا حاجه زي كده، اللي هو في ثانيه يبقى المطبخ نضف. بجد دي من احلامي، انا حاولت احققها لكم بالمونتاج. وبعدين هندخل نعمل الفطار، وطبعا برضو هنعمل حاجه سيمبل، مش هنخترع كتير. انا الصراحه يعني للمرة التالتة هقول لكم ما كانش عندي طاقة، فعملت فطار بسيط وفطار سيمبل. وهنفطر كده يعني حاجة بنحبها وفي نفس الوقت من غير بقى نقطع خضار ومش عارف ايه. لا صراحة مش من الايام اللي ليا نفسي اعمل كده. عملت بيض مع تونة ومع زيتون وشاي بلبن طبعا اكيد، وبس كده. وهنفطر على مهلنا وبعد كده هندخل على طول نعمل الغداء. هيبان لكم ان الفيديو يعني فيه نشاط وكده، بس لا خالص، انا كنت بعمل كل حاجه بالراحه خالص وما بين كل حاجه والتانيه في وقت. بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم. النهارده هنعمل سويت اند ساور تشيكن، ودي عندي فراخ متبله، وعندي طبعا الصوص اللي هو فيه صويا صوص وكاتشب وكده، انتوا اكيد عارفينها، او لو مش عارفينها ممكن تشوفوا فيديو طبخ. الصراحه النهارده ما حبيتش ان انا اطبخ معاكم ويعني واخد وقت كتير قوي في الفيديو، حسيت ان ده ممكن يزهقكم، فعملت الاكله يعني في حاولت ان انا اشارككم المراحل الاخيره منها، عشان يعني بحس ان انا بطول في موضوع الاكل ده معاكم، ممكن ده يزهقكم مش عارفه. انا اصلا عمري بصراحه ما باخد وصفه اكل من فيديو روتين. يعني انا على طول وصفه الاكل بروح لقنوات الاكل او قنوات الطبخ اللي هي متخصصه في الحاجه دي. فلو انتوا حابين تعرفوا الطريقه دي اعملوا سيرش عن سويت اند ساور تشيكن بطريقه مثلا اي حد من الشيف المشهورين، وهتلاقوها يعني موجوده كتير. بصوا في خلال ما احنا بنعمل الاكل هقول لكم على خبر مش حلو خالص الصراحه، ممكن يكون هو سبب ان انا ما عنديش طاقه يعني قد كده. وهو انه انا للاسف يعني في فيديو من الفيديوهات اللي فاتت ذكرت كلمه او اتكلمت عن قضيه الى حد ما ممكن حساسه بالنسبه لليوتيوب وبالنسبه لخوارزميات اليوتيوب. للاسف اليوتيوب ابتدى يقلل وصول قناتي للناس، وده انا لاحظته في اخر فيديوهين ليا، كان يعني المشاهدات قليله جدا جدا. فالموضوع ده انتوا مش متخيلين قد ايه احبطني. يعني بعد كل المجهود ممكن ما يبانش ان انا كنت عامله مجهود، يعني انه فيديوهات مش كتير، بس كنت وصلت لمرحله ان المشاهدات ما شاء الله حلوه قوي على بالنسبه لي قناه مبتدئه. وطبعا الموضوع ده بوظ الدنيا خالص، ويعني
للاسف انا مش عارفه اقول ايه يعني، بس حسبنا الله يعني. فعلا الموضوع بيبقى فيه تأييد جامد للكلام بطريقه غريبه وبس. عامة كل اللي انا هطلبه منكم، لو انتوا قدرتوا توصلوا للفيديو ده وقدرتوا ان انتوا تشوفوني، ففعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، لانه ممكن ما يوصلكوش حاجه مني لو ما عملتوش كده. بصوا ما اكدبش عليكم، الموضوع احبطني شويه صغيرين او شويه كتير، لان انا كنت خلاص قربت احقق كمان شروط تفعيل القناه وفي وقت قياسي، وكنت مبسوطه جدا. بس الحمد لله على كل حال. ولما جيت فكرت في الموضوع قلت لا، انا طبعا ان شاء الله هستمر، لان لو في حتى يعني 100 مشاهده منتظمه او حتى 10 اشخاص بيحبوني وبيحبوا يسمعوا اخباري، فده كفايه عليا الصراحه، وكفايه ان انا بعمل الحاجه اللي انا بحبها كمان. فيعني عايزاكم كده تشجعوني لو انتوا قدرتوا تشوفوا الفيديو ده، ماشي؟ هنا كنت بحاول اهتم بنفسي شويه لاني بنسى فيتاميناتي على طول. انا المفروض ان انا باخد حديد واوميجا 3 وفيتامين دي وكمان فيتامينات بتاعه البريست فيدنج، بس يعني انا مقصره فيها جدا الصراحه. فحطيتهم قدامي قلت لا، النهارده بما ان احنا عايشين كده سلو ليفنج، ناخد كده على مهلنا فيتاميناتنا ونهتم بنفسنا، عشان نقص الفيتامينات ممكن يكون هو السبب التعب لوحده اصلا. وطبعا من الحاجات اللي ممكن تجدد طاقتنا في الايام اللي فيها حر، هي اكيد طبعا ان انت تاخدي دش رايق. وعايزه اقول لكم ان دي حاجه فعلا صعبه ان انت تعمليها كأم. فاستنيت جوزي لحد ما رجع من الشغل واديته الكتكوت الصغنون وجهزت للدش بتاعي. هاخد دش على مهلي خالص. لو حابين تعرفوا انا بستخدم منتجات ايه، فانا بستخدم شامبو كيش كينج، وبستخدم البودي ووش ده، وكمان بستخدم كونديشنر ايفا كمان حلو يعتبر. وبس كده انجوي بدش كده حلو ودش دافي وجميل. ومش هنسى طبعا كتكوتي الصغنون هياخد دش هو كمان، بستخدم له شامبو باندولين. وجهزت له كمان حاجته زي مامي بالظبط، جهزت له البيجامه وجهزت له برضو البودي لوشن والبرفيوم بتاعه وكل حاجه، وعشان ينعنش هو كمان زي ماما. وبكده الفيديو بتاعنا هيكون خلص. هقول لكم باي باي.